السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وإن شاء الله هعرض لحضراتكم كورس خاص بالدايناميك موديل باستخدام البتريل. والفيديو دوت هو أول فيديو معانا إن شاء الله في الكورس، وهو عن introduction للبتريل. هنتعرف بيه عن الواجهة بتاعة البتريل، وعن الموضوع التابس اللي موجودة في البتريل، والتولز الأساسية اللي موجودة فيها، والويندوز الأساسية اللي بعض منها هنستخدمها إن شاء الله. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب دلوقتي علشان نبني الدايناميك موديل لازم يكون في ستاتيك موديل موجود معايا. فهنفتح كده الفولدر بتاع الستاتيك موديل، هنلاقي ان هو فيه فايلين او فايل وفولدر. الفايل الاولاني هو بصيغة PET، ودوت الصيغة اللي البتريل بيفهمها كبروجكت ان هو يقدر يفتح الموديل دوت. والفولدر التاني هو بصيغة BTD، وهو بيحتوي على كل الداتا الخاصة بالستاتيك موديل بتاعي. فهنيجي كده في الفايل دوت اللي اسمه Arab Field Model.PET، هنفتحه كده ان شاء الله. طيب كده الموديل فتح معانا. في ديت كده الواجهة بتاعت البتريل، هنلاقيها بتتكون من تابس موجودة فوق هنا اللي هم دول، وكل تاب منهم بتحتوي على مجموعة من التولز الخاصة بيها. يعني لو بصينا كده ان في تاب اسمها ريسيرفوار انجينيرنج، فهي بتحتوي مثلا على الجيومتريكال موديلنج، على السمبل جريد، على الامبورت داتا. فهي بتحتوي على التولز الخاصة بالعنوان بتاع التاب الأساسية ده اللي هو مثلا ريسيرفوار انجينيرنج، وهكذا كل تاب منهم هتحتوي على التولز الخاصة بالعنوان بتاع التاب. فدي معمولة تسهيلا لحضرتك وانت بتشتغل، يعني اي تولز حضرتك عايزها فبتلينك بالتاب اللي هي التول ديت تابعة ليه. طيب هنلاقي ان تم تقسيم التابس دي، برضو عملوا حركة تنظيمية اكتر. ايه ان بتريل دوت هو مش خاص بالدايناميك موديل بس، هو خاص برضو بالستاتيك موديل. فبالتالي بيبقى في في اكتر من حد بيبقى قاعد شغال على البتريل. فهم عملوا هنا التنظيمة للتابس دي. لو جينا قائمة هوم كده هنلاقي فيه برسبكتيف. في البرسبكتيف دي بيقول لك انت بالظبط يعني مين وهتشتغل ايه. يعني لو انا هشتغل مثلا على الستاتيك موديل فحاجة عند الجيولوجي اند جيوفيزيكس، فهلاقي التابس اتغيرت وفقا للفانكشن اللي انا او الوظيفة اللي انا اكتفتها في البروسبكتيف. فبالتالي التابس اللي اتغيرت ديت جواها التولز ذات نفسها اتغيرت. فده اولا الموضوع الخاص بالتابس. التولز بقى اللي موجودة جواها، اما هنلاقي فيها تولز كده متلونة. فالتولز المتلونة دي يعني خلاص هي بادئة ان هي او جاهزة ان هي تشتغل او متأكتفة معاك. طب في تولز تانية هنلاقيها مش متأكتفة لان هي مش حاليا مش هتقدر تأدي الوظيفة بتاعتها. يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا موضوع الويندوز لاي اوت، فانا اوريدي لسه ما فتحتش اي ويندوز اللي هنتكلم فيها بعد شوية. لكن بمجرد ان انا ببتدي افتح اي ويندو هلاقي ان الايكونز دي اتاكتيفت، فهي جاهزة ان هي تشتغل معايا. فده اولا. طيب ثانيا بقى بالنسبة للتولز، هنلاقي بعض التولز عليها لوك. فاللوك دوت معناها ان التولز دي مش من ضمن اللايسنس اللي حضرتك شغال عليها. يعني لو انت حضرتك شغال بلايسنس مثلا خاصة بالار اي، فمش هتلاقي التولز اللي هي الخاصة بالستاتيك مثلا مش متأكتفة معاك. فلو اي تول عليها لوك فدي مش موجودة في اللايسنس بتاعتك. فزي ما قلنا كده ان البرسبكتيف حضرتك هتحدد بالظبط ايه الشغلانه اللي انت هتعملها على البتريلا علشان التابس ديت تقدر تتظبط معاك وفقا للشغل اللي انت هتعمله. فاحنا هنظبطها هنا على ريسيرفوار اند برودكشن. فده الجزء الخاص بالتابس اللي فوق وبما يحتويه من تولز يعني. طيب هنيجي بعد كده هنلاقي البتريل موجود بينز موجوده هنا على جنب. البينز ديت
البتريل فيه العديد من البنز، يعني لو وقفنا كده في هوم وجبنا بنز، دي البنز اللي موجودة فيه، ولكن الأربعة دول هم الأساسيين اللي احنا هنشتغل إن شاء الله بيهم. فهلاقي عندي الانبوت، والانبوت باختصار هي بتحتوي على الداتا ال 2 دي داتا، يعني باختصار بسيط كده، يعني بمعنى ايه؟ انها بتحتوي على الابار مثلا. لما نيجي ندخل ان شاء الله البي في تي، الروك فيزيكس فانكشنز موجوده فيها، فبالتالي هي بتحتوي على 2 دي داتا، ده باختصارا. طيب الكيسز البين ديت هتبقى قدام ان شاء الله فيها رنات السيميوليشن اللي احنا ان شاء الله هنعملها، سواء كانت هيستوري او بريدكشن. هنلاقي بعد كده تحت موديلز. الموديلز بقى دي هي بتحتوي على الموديل او الريسيرفوار نفسه بتاعك 3 دي، او نقدر نقول 3 دي داتا. فهي بتحتوي على الريسيرفوار، فممكن تلاقي الريسيرفوار هنرمز له بجريد بالشكل دوت. فحضرتك ممكن يكون عندك اكتر من ريسيرفوار، يعني ممكن يكون الجيولوجي وهو شغال كستاتيك موديل بيبني اكتر من جريدة للريسيرفوار بتاعك. قد يكون الاختلاف ما بينهم مثلا في السبزونيشنز اللي هو بيعمله، او في البروبرتيز ديستريبيوشن، ان هو بيوزعها بشكل مختلف. فهو بيديك مثلا تو جريدز، وانت بتشتغل على جريد فيهم، او ممكن تشتغل على اكتر من جريد، وتشوف انه واحده متوافقه مع الخزان بتاعك، وانه واحده ممكن تدي لك هيستوري ماتش وتحافظ على الرياليتي بتاعه الخزان. فبنلاقي في المودلز هنا عباره عن الريسيرفوارز بتاعتك الموجوده. لو فتحنا واحد فيهم كده اللي هو ارب 1 اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه، فهنلاقي فيه كل الخواص بقى بتاعه الاستاتيك موديل اللي جيولوجي عملها، كسكيلتون وفولتس وهورايزونز. وهنيجي هنا بقى كبروبرتيز، هنلاقيه مثلا موزع البروستي والبيرمي اكس والنت جروس، وهنشوف بقى الكلام دوت ان شاء الله في السكاشن اللي جاي. طيب هنلاقي بعد كده الريزلتس، ودي بقى بعد كده اول ما هنعمل رنات السيميوليشن ان شاء الله قدام، هنلاقي هنا بتحتوي على الريزلتس بتاعت رنات السيميوليشن دي. فالحاجات دي ان شاء الله هنشوفها قدام، يعني لما نيجي نعمل رنات السيميوليشن. طيب دي كده خاصة بالبينز اللي موجودة هنا. الويندوز بقى، الويندوز الاريا دي، سوري احنا فتحنا دي كده عشان نشرح عليها موضوع التول اللي اتاكتيفت. في الاريا ديت بيتفتح فيها الويندوز اللي احنا هنشتغل فيها، ودوت الاساس بقى بتاع شغلنا ان شاء الله. فهنيجي هنا في الهوم، في الويندوز هنقف عليها. دي الويندوز اللي موجودة معايا في بتريل، او ممكن نعملها هم عاملين كده كويك تول بار فوق، تقف على دي علامة الويندو، تقدر تفتح أي ويندو حضرتك هتشتغل عليها. فهنتكلم دلوقتي على ال 2D وال 3D ويندو في الفيديو بتاع النهاردة. فهنيجي هنا في الويندو من هوم وويندو، هختار 2D ويندو. فتح معايا كده ال 2D ويندو. هنا بتقدر تعرض عليها يعني اللي انت عايز تعرضه، سواء بقى كان من الانبوت داتا او الموديلز ذات او الريزلتس مستقبلا يعني بعدين. فهنيجي هنا مثلا في اي حاجه حضرتك عاوز تعرضها، هتلاقي اما عليها شكل دايره او عليها شكل مربع. شكل الدايره دي يعني ما ينفعش تعرض اكتر من دايره في الويندو. يعني هنيجي في البروبرتيز مثلا، هنلاقي البروستي والبيرمي اكس والنت جروس. فهلاقي البروستي مثلا عايز اعرضها، فانا كده عرضت البروستي بتاعتي في 2 دي. ما ينفعش اللي انت تعرض بروستي يعني ما ينفعش اللي انت تعرض اكتر من حاجة بشكل عام عليها علامة الدايرة ديت. ولكن بيديلك في موضوع اي سيلكشن للمربع، فانت تقدر تعرض اكتر من حاجة. يعني اللي انا اخترته دلوقتي البروستي اللي موجودة عندي في الجريدة دي، اقدر اعرض عليها بير مثلا 15 بير 31، بس عشان موضوع الالوان قد تكون مش واضحة يعني. فهو بيعرض عليها الابار ادم مديلك السلكشن اللي هو شكل المربع دوت. ال2 دي ويندو بيعرضها لك بشكل اكس وواي، ما بيعرضش الزي. بقف هنا كده على الموديل بتاعي واكليك شمال،
واقرب بالماوس بعمل زوم ان او ببعد بعمل زوم اوت وانا دايس على الماوس. فتي ال 2 دي ويندو استخدامنا ليها مش هيبقى كتير قوي في الكورس ان شاء الله. طيب الويندو التانية بقى اللي هي الأساسية عندنا ال 3 دي ويندو. هقف هنا في الويندو اختار 3 دي. هنعرض مثلا حاجة زي البروستي، فهو بيعرضها لي بشكل 3 دي اكس واي وزد. هنيجي بقى كده نشوف ايه التولز اللي موجودة هنا واللي احنا ان شاء الله هنستخدم بعض منها يعني في الكورس. علامة الايد ديت هي عبارة عشان تحرك الموديل بتاعك، يعني مجرد ما تقف مثلا عليه وكليك شمال تقدر تحركه وانت دايس برضو كليك يمين او شمال او فوق او تحت. ليه هستخدم دوت علشان قدام بمشيئة الله وحضرتك مثلا شغال على الموديل بتاعك ومحتاج تراقب مثلا او تشوف حركة المية او حركة الزيت في الريسيرفوار، فبتظبط الموديل بتاعك وفقا للرؤية بتاعتك او الجهة اللي انت عايز تشوف فيها البروبرتي المعينة او الريزلت المعين. فديت كده خاصة بعلامة الايد. علامة السهم بقى هي just to select سيل معينة او select مكان معين علشان تشوف الداتا بتاعته. يعني لو احنا مثلا جبنا علامة الايد الاول وجبنا كده الموديل بالشكل ده وعملنا كده بالماوس سكرول زوم ان وسكرول اللي انت تابع الزوم اوت، فلو قربناه كده وقفنا مثلا جبنا بقى علامة السهم ده وقفنا على سيل معينة، فهو هنا تحت في البار دوت بيقرا لك مثلا السيل المعينة اللي انت وقفت عندها هي عبارة عن السيل رقم 40 في اتجاه الاكس واربعة في اتجاه الواي وواحد في اتجاه الزد، وبيديلك الفاليو بتاعت البروبرتي اللي حضرتك عارضها. يعني انت عارض دلوقتي البروستي مثلا مديلك ان الفاليو بتاعت السيل اللي انت وقفت عندها هي الفاليو بتاعتها 18%. فديت علشان تسلكت اي مكان وتوضح لك الداتا بتاعتك. طيب السهم دوت المسطرة ولا ايه؟ هي علشان تشوف المسافة مثلا. يعني انت مثلا لو عارض الابار بتاعتك بالشكل ده فانت عايز تشوف المسافة مثلا من البير ده للبير ده، بندوس المسطرة ديت واجي هنا كده اكليك هنا وامشي بالماوس من غير ما افضل داس على الكليك. يعني انا كليكيت كليك شمال كده حددت نقطة البداية اللي انا وقفت عندها وحرك الماوس بتاعي وهلاحظ ان هو بقى في البار اللي تحت دوت بيشوف لي المسافة بالظبط قد ايه. يعني من البير ده للبير ده مثلا احنا قارين تحت 442 متر وهكذا. فديت المسطرة. يجي بعد كده بقى علامة العين ديت اللي هي فيو اول. سي اللي انا عملت سكرول كده بالماوس قربتها وانا عايز اعرض الموديل بشكل كامل، فهدوس على العين دي بحيث ان هو يعرض لي الموديل بتاعي بشكل كامل يعني. طيب اثناء وانا عامل علامة الايد دي اقدر احرك الماوس بقى، اقدر احرك الموديل بتاعي. يعني جاست لو انا كليكيت زي ما قلت كده انا بحركه يمين شمال وفوق وتحت، ولكن لو دوست على كنترول وانا دايس على كليك شمال اقدر احرك الموديل بتاعي في اي جهة بحيث ان هو يسهل لي الرؤية بتاعتي. زي ما قلت كده انا عاوز اشوف الموديل بتاعي من انه جهة وانا شغال. طيب هنيجي كده للسكيل دوت، فهو بس جاست بيظبط لك السكيل بتاع الموديل علشان رؤيتك يعني ليه ايه. يعني هنعمله مثلا 10 او هو الاول كان 5 عشان بس نشوف الفرق. وهو جاست سكيل وفقا للرؤية بتاعتك وحضرتك شغال. هدوس كده كنترول دوس كليك شمال بحرك الموديل بتاعي في اي جهة. هنيجي بقى لو الشكل المكعب دوت علشان بس يسهل لك كده وانت شغال اثناء وانا شغال في الموديل بتاعي وعارض في الفيو دوت. فانا ممكن اجي من هنا اقول له فيو فروم اباف بحيث ان انا اجيبه من فوق، او الفيو فروم بوتوم مثلا او بيلو لو انا عاوز اجيب الموديل بتاعي من تحت.
فدي كلها وسائل بس بتساعدني وانا شغال في ال 3D ويندو. طيب لو السكرول بتاع الماوس مش شغال معايا ومش قادر اعمل زوم ان او كده، فانا جاست الايكون دوت اللي هو بتاع الزوم بقف عليه واختار اي جهة انا عاوز اعمل زوم ان، فبيقدر ان هو يقربها لي. يجي بعد كده بقى للعلامة دي بقى الخلفية، حضرتك عايز تشوفها سودا بالشكل دوت او عاوز تعرضها بيضة بالشكل ده وفقا لارتياحك يعني. وديت بتعرض لك بقى انت عايز تبين الاكسس بتاع الموديل بتاعك ولا عايز مثلا تخفيه. الليجند مهمة جدا بحيث اي بروبرتي حضرتك عارضها دي بتبين لك بالظبط المقياس بتاعه او الليجند بتاعه. نقف عليها كده كليك يمين، هدوس سيتنجز. لو انا عايز اغير مثلا اللون بتاعها ابيض وانا عايز اشتغل بخلفية بيضة، هقف هنا كده على اللون، اختار اللون الاسود ده واقول له اوكي، فدوست كليك يمين عليها وعملت سيتنجز وغيرت في الاعدادات بتاعتها وفقا برضو للرؤية بتاعتي. طيب هقف على اي بروبرتي تانية فالليجند مش هيبقى مظبوط. هو انا عامل لي كولكت ادجاست كولر تيبل علشان اللي انا اظبط الليجند بتاع البروبرتي اللي انا واقف عندها، وبيديني كده على جنب كده زي هيستوجرام بسيط بيوضح لي القيم بتاعتي الكبيرة والصغيرة ايه بالنسبة للخاصية اللي انا مختارها هنا. هنيجي بعد كده لموضوع النوتس. النوتس ديت بكليك عليها لو حضرتك مثلا في اللوكيشن دوت هتقترح مثلا وانت شغال بتفكر تضيف بير هنا او تحط نوت في المكان دوت، فجاست اللي انت بتدوس نوت وبتكليك على المكان اللي انت عايز تضيف فيه النوتس. مثلا هنكتب مثلا نيو ويل، يعني وانا شغال مثلا النهارده انا شفت اللوكيشن دوت عايز احط بير فيه او بفكر ان انا اضيف بير في المكان دوت، فهكتبها نوت علشان مثلا بكره لما اجي اشتغل فعايز افكر نفسي بالمكان دوت، او زميلي مثلا اللي هيجي يشتغل من بعد مني لو انا عاوز اضيف له نوت او كده. فدي بتبقى بس مش بتأثر في اي حاجة في الكالكوليشنز قدام، ولكن ديت علشان اما تفكرك او انت بتسيب رسالة في مكان معين في الموديل. في ال في الكوبي الماب اللي موجودة علامة الكاميرا ديت اللي انت بتاخد سكرين شوت من اي حاجة حضرتك عارضها على اي ويندو وانت فاتحها دلوقتي. يعني لو احنا شغالين كده وعايز اخد سكرين شوت لدوت بدل ما اروح بره واخد سكرين شوت للشكل دوت عشان لو بعمل برزنتيشن او حاجة، فجاست اللي انت بتدوس على علامة الكاميرا دي وهي كده خلاص اوريدي اتحفظت عندك. تروح مثلا لو جبنا برنامج البينت كده ودوست بيست، فهو بيعرض الحاجة الصورة اللي انت لقطتها وانت شغال. علامة العين اللي عليها اكس ديت ان هي بتلغي لك اي حاجة موجودة في اي ويندو انت فاتحها دلوقتي. يعني احنا فاتحين دلوقتي 3 دي ويندو بنعرض البروستي، بدوس على العين خلاص كده اتشالت. لو انا عاوز اعرض اي حاجة بقى تانية دلوقتي فببتدي من اول وجديد مثلا. فدي كده التولز الاساسية اللي انت بتستخدمها اثناء ما حضرتك بتشغل 3D. طيب احنا قلنا ال 3D ويندو هي بتعرض اكس وواي وزد، والزد ديت هي بتمثل اللايرز اللي موجودة عندي. ف هنشوف كده موضوع البلاير مع ان شاء الله هنشرحه قدام يعني، بس هي برضو تول اساسية بنستخدمها كتير جدا واحنا شغالين في ال 3D ويندو بشكل عام. البلايرز ديت بتبقى فيه اكتر من بلاير موجود معايا ان هو نعرفها يعني دلوقتي. فهنيجي نستخدم فيهم البروبرتي بلاير واختار مثلا الكي، وبقول لك دي في اتجاه الاي او الجي او الكي، انا هعرض مثلا الكي. فهنا بتعرض لي اللايرز وفقا لاي لاير انا عايز اعرضها. مثلا عايز اعرض اللاير رقم مثلا 50، فجاست بكليك هنا 50 فعرض لي اللاير رقم 50 وهكذا.
فديت بتسهل لي برضو في الشغل قدام، وحضرتك شغال وبتحاول تشوف مثلا حركة الفلويد في الخزان بتاعك او تفهم الريسيرفوار بتاعك، وبتعرض البلايرز ديت بحيث ان هي تشوف او تراقب اللايرز وفقا لاي لاير انت عاوز تشوفها، او حتى في الاتجاهات الجي او الاي. فدي كده البلاير، وهنستخدمها كتير وهنستخدم اكتر من بلاير بمشيئة الله. طيب اخر حاجة معانا ان شاء الله في الفيديو دوت، احنا قلنا من شوية اللي انا في الويندو الواحدة ما ينفعش اعرض اكتر من حاجة عليها علامة الدايرة، لكن بعرض حاجة واحدة بس. يعني مثلا اقدر اعرض يا اما permeability مثلا او porosity، على خلاف موضوع المربع يعني. طب انا مثلا لو عايز اعرض البروستي واعرض في نفس الوقت هشوف البرميابيليتي لطبقة معينة، فساعتها مثلا يعني هعرض يا اما هعرض البرميابيليتي زي ما قلنا، او واشوف في الطبقة المعينة من البلاير واروح بعد كده اعرض البروستي. فهو هينسهل الموضوع ان انت حضرتك تقدر تفتح اكتر من ويندو. فهنجيب مثلا الويندوز تاني هنا واقول له عايز 3 دي ويندو. ففي الويندو دي انا هعرض مثلا البرميابيليتي، في الويندو ديت هعرض البروستي مثلا، سوري خليها 10 السكيل، واضغط مثلا الاضاءة بتاعتي. فدي اعرض البروستي ودي سوري دي عرض البروستي ودي عرض البرميابيلتي. لكن لو عايزهم في نفس الوقت مثلا فاروح دايس على واحدة منهم كده واقول له ودي ديت على فيرتيكال تاب جرو تاني. فانا اوريدي فتحت كده الاتنين. طب لو انا عايز بقى اشوف اللاير مثلا توزيعة البروستي، يعني اول ما كليك على ويندو فيهم بتوضح لي انا عارض فيها ايه. فدي عارض فيها البرميابيلتي، هكليك على دي انا عارض فيها البروستي. لو انا عايز اشوف التوزيعات بتاعت البروبرتيز دي في طبقة معينة، ولتكن طبقة رقم 14 مثلا، فهنيجي هنا في البلاير. انا مكليك على دي يا جماعة، هاجي هنا في البلاير وقلنا البروبرتي بلاير اللي احنا جبناه من هنا ده، وهقف مثلا على الكي واقوله اللي رقم 14، او لو انا عايز اشوفها اي لاير انا عايز اعرضها. فهو اوريدي هنا بيعرض لي الاثنين، او البلاير بيشتغل على الويندوز اللي مفتوحه في الجروبز المختلفه ديت في نفس الوقت. ولكن لو انا عامل دي كده ومغير في الفيو وعامل زوم، فانا عايز اوحد ما بين التو ويندوز، فباجي هنا كده على دي على واحده فيهم كليك عليها واختار التول ديت اللي انا بقول له لينك الكاميرا دي. طب لينكها بايه؟ لينكها بالويندو دي. فاوريدي هو بيعرض لي الاتنين. لو انا غيرت يعني في واحده فيهم الفيو بتاعي، فبيعرض الاتنين في نفس الوقت بنفس الفيو، بحيث لو حضرتك مثلا عندك عرض البرميابيلتي في ويندو معينه وعملت موديفيكيشن زي ما هنعمل قدام ان شاء الله، والكلام ده هعرضه برضو تفصيلا بمشيئه الله لما نيجي يتطلب اللي احنا نفتح تو ويندوز ونعمل لينك ما بينهم، فاقدر اللي انا اعرضهم في نفس الوقت. بحيث في موضوع اللينك دوت او التول دي ان هي بتوحد لي او بتوحد الفيو اللي انا بشوفه في اكتر من ويندو، بحيث ان هو يسهل على حضرتك الشغل وانت شغال ان شاء الله. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وارجو يكون سهل كده وواضح لحضراتكم. بمشيئة الله من اول الفيديو الجاي هنبتدي في خطوات بناء الديناميك موديل، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني يعني واوصل المعلومة بشكل بسيط وواضح لحضراتكم. واشوف حضراتكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.